تستفيق أورومتشي على حذر يشوبه كثير من التوتر. الانتشار المكثف لقوات الشرطة والأمن كان السمة الأبرز للمدينة بعد 3 أيام من أعمال عنف دامية. وبالرغم من فرض السلطات حظرا على التجوال ليلا، فإن حشود الهان الصينيين لا تزال تجوب الشوارع منذ يوم أمس، مسلحة بالعصي والهراوة وأسلحة بيضاء سعيا للثأر حسب ما يقولون. الثأر من الإيغور الذين يتهمونهم باستهداف الهان ومصالحهم الاقتصادية. لقد جاءوا لقتل الناس، أصبت أنا بجراح. جاءوا إلى هنا بحثا عن الأوغوريين، لم نفعل لهم شيئا. ما يريدونه هو قتل جميع الأوغوريين. فإقليم شينجيانغ أو ما يسميه الإيغور بتركستان الشرقية هو بؤرة توتر عرقي في الصين كما هي التبت. والإيغوريون الذين ينحدرون من عرق تركي ويدينون بالإسلام يشتكون من تهميش سلطات بيجين لهم واضطهادهم لصالح المستوطنين الهان الصينيين الذين تشجع سلطات بيجين هجرتهم إلى الإقليم الغني بالموارد الطبيعية وخصوصا النفط. وكان مقتل عمال من الإيغور في مصنع جنوب الصين هو القشة التي قسمت ظهر البعير، فأشعلت احتجاجات يوم الأحد الدامية والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا. وفي دلالة على عمق الأزمة، عدل الرئيس الصيني عن حضور قمة مجموعة الثماني وقطع زيارته إلى إيطاليا عائدا إلى بلاده لمعالجة الوضع المتأزم هناك. أما على الصعيد الدولي فالتفاعل مع ما يجري كان خجولا واقتصر في أغلبه على الإيغوريين في الخارج الذين تضامنوا مع أبناء وطنهم. فقد تظاهر عدد منهم أمام القنصلية الصينية في اسطنبول بتركيا مطالبين بوقف ما سموه بالتطهير العرقي لشعبهم. وخرج مئات في ميونخ بألمانيا منددين بالعنف في شينجيانغ. الأمر ذاته حدث في اليابان وأستراليا، أغلبهم إيغوريون ينتظرون أن تحرك صور تحد كهذه التي تأتي من شينجيانغ ضمير العالم ليعير مأساتهم بعضا من اهتمامه.